منظمة الملاكمة العالمية توقف جزائري إيمان خليف مدى الحياة. أعلنت اليوم منظمة الملاكمة العالمية بشكل رسمي عن إيقاف الملاكم الجزائري إيمان خليف مدى الحياة عن ممارسة رياضة الملاكمة الاحترافية، وذلك بعد الكشف عن نتائج اختبار الهرمونات الذكرية. هذا القرار جاء بعد تحقيق شامل أكد أن مستويات هرمون الذكورة لدى خليف كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي، ما أدى إلى تجريده من جميع ألقابه وشوائزه. وفي بيان صدر عن المنظمة يوم 30 شتنبر أوضحت أن خليف لم يكن مؤهلا للتنافس في قسم السيدات، وهو ما أثار صدمة كبيرة داخل الأوساط الرياضية، حيث كان خليف يعتبر واحدا من أبرز النجوم الصاعدين في عالم الملاكمة. ومع هذا القرار سيمنع خليف من المشاركة في أي نزال احترافي، وسيتم إلغاء جميع الألقاب والميداليات والجوائز المالية التي حصل عليها، بما فيها جائزة مالية بقيمة 25 مليون دولار. القرار جاء ليؤكد على التزام منظمة الملاكمة العالمية بقواعد الأهلية الصارمة وضمان تكافؤ الفرص في الرياضة. المنظمة شددت على أن هذا الإيقاف يهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية ومعايير اللعب النظيفة. تغير بشكل جذري مسار مسيرته المهنية التي كانت تبدو واعدة. ختاما، يبقى هذا القرار بمثابة تأكيد على أهمية تطبيق المعايير الصارمة في عالم الرياضة والتزام المنظمات الدولية بضمان النزاهة والعدالة في المنافسات. Here I come. Baby, I got issues, but I love myself. Baby, I got issues, but I love myself.